نفاذ ضربة خطأ ولكن تدخل ديال الدفاع. هذا مرتد هجومي، محاولة إفادة فريق الرجاء. ياسين الصالحي وهدف ياسين الصالحي يصالح نفسه مع الشباك. هدف أول لفائدة فريق الرجاء البيضاوي في حدود الدقيقة 35. كانت محاولة جيدة وبناء هجومي. ياسين الصالحي يتمكن من تسجيل الهدف الأول لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. نتابع مرة أخرى تمريرة جميلة لياسين الصالحي، لقى نفسه وجها لوجه مع الحارس مهند قاسم كريم، يعني بطريقة ديال اللاعبين الكبار، لأنه وضع الكرة لاحظوا في الجهة اليسرى من مرمى الحارس مهند قاسم كريم، وبالتالي افتتاح النتيجة خلال هذه المباراة وفرحة كبيرة لجماهير فريق الرجاء البيضاوي بهذا الهدف. هدف أكيد بأنه غيخلينا نتابعوا مباراة أخرى، مباراة مفتوحة. عمجي الدين الجيلاني يتمكن من إضافة هدف ثاني للرجاء. خطأ فادح لدفاع فريق القوى الجوية العراقي. حسين علاء حسين التمريرة ديالو يعني نحو الحارس مهند قاسم كريم، تجد القناص عمجي الدين الجيلاني الذي يتمكن من إضافة الهدف الثاني للرجاء. نتابع، كانت تمريرة طويلة حسين على حسين، القراءة ديالو لم تكن قراءة موفقة، وعمجي الدين الجيلاني يتمكن من إضافة الهدف الثاني. لاحظوا يعني التمريرات ديال حسين على حسين، كانت تمريرة بعد طويلة ديال اللاعب كوكو. عمجي الدين الجيلاني متابعة جيدة للكرة، هذا هو الهداف، هذا هو القناص، هذا هو اللاعب بإمكانه أنه ينزع الشباك. هذه محاولة إلى حفيظي، أعتقد أنه دخول حفيظي، دخول عمجي الدين الجيلاني أنعش كثيرا خط هجوم ديال فريق الرجاء البيضاوي. 2-0 للرجاء، أعتقد الآن في الطريق ديالو